منتخبنا في مهمة انتحارية وفي مواجهة لا تقبل القسم على اثنين عندما يواجه المنتخب الجزائري في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية للمحليين، ودي طبعا المرة الثالثة اللي يتأهل فيها منتخبنا لهذا الدور بعد عامي 2011 و2018، ولم نخسر في المرتين السابقتين. لاعبين منتخبنا يدخلون المباراة بمعنويات عالية جدا بعد تصدر المجموعة الحديدية وإقصاء كل من نيجيريا والكونغو وتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات، ولكن في هذا الدور علينا أن نسيان ما حققناه في الماضي ونركز في كيفية تخطي المنتخب الجزائري اللي تأهل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع المنتخب الجنوب افريقي، ولكن الجزائر تفوقت على جنوب افريقيا بصافي الاهداف. دائما ما تكون المباريات ضد الكرة الشمال افريقية صعبة للغاية، سواء كان الكلام ده على مستوى المنتخبات او على مستوى الاندية، لكن الخبر الجميل انه منتخبنا لم يخسر في الشان ضدهم ابدا، اذ واجهنا المنتخبات الشمال افريقية 3 مرات، فزنا في مباراة وتعادلنا في مباراتين ولم نتلقى اهداف ابدا. لذلك المهمة ممكن تكون صعبة ولكن مش مستحيلة، والمدرب ابياء لازم يتعامل مع المنتخب الجزائري بنفس الطريقة اللي يتعامل بها مع المنتخب النيجيري والمنتخب السنغالي، وهذا يعني لابد من التامين الدفاعي في المقام الاول والحرص على عدم تلقي اهداف. سنكون اكثر من سعيدين بطبيعة الحال في حال تأهل منتخبنا، حينها ممكن نتحدث عن الفوز بالبطولة، ولكن يجب عدم تحميل اللاعبين اكثر من طاقتهم في حالة الخسارة والخروج لا قدر الله، لأن اللعيبة صراحة ما قصروا وعملوا اللي عليهم وزيادة في ظل الظروف اللي بتعاني منها البلاد وعدم وجود دوري تنافسي. كل التوفيق لمنتخبنا في هذه المباراة. توقعاتكم انتوا شنو يا شباب بالنسبة للماتش؟ أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.